السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنختصر كده شوية تفاصيل في المنظومة اللي احنا اتكلمنا عليها مع المهندس باسم. ده حوض 2.5 3.5 في ارتفاع حوالي متر و30 سم. هو قريب من الأحواض الكودرية اللي احنا بنعملها في كمية المياه اللي موجودة فيه تقريبا يعني. طيب ده مناسب لإيه؟ هو احنا هنا مش بنتكلم عن الحوض على فكرة، احنا هنا بنتكلم على منظومة بس، هنتكلم على الحوض وإمكانية تنفيذ دوت في أماكن صغيرة، علشان نتكلم بقى بأسلوب علمي حديث، ونتكلم بحاجة قريبة جدا من الريسايكل اكوكالتشر سيستم اللي هي منظومة الراس. هنا مختلفة شوية، هنا عندنا تنقسم هنا للحوض، بعدين وحدة الفلترة اللي هي تحت دي بالظبط، تحت الصندوق دوت، ووحدة الفلترة دي في وحدة فلترة ميكانيكية بتسحب من الماسورة اللي هناك اللي احنا شايفينها ديت. طبعا الماسورة دي مش بتسحب من فوق ولا من الجناب بس، بتسحب كمان من كل الفتحات الموجودة فيها تحت، بحيث ان هي تاخد كل المخلفات الموجودة. الحوض ده فيه ميول من تحت عشان تتجمع كل المخلفات ناحية الماسورة ديت وتسحبها وتجيبها هنا في وحدة الفلترة ديت اللي هي فيها كل الشغل كله بتاع المهندس باسم. الشغل ده اول حاجة المنظومة بتاعت الفلتريشن اللي تحت بتفلتر فلترة ميكانيكية. بعد كده المية بتخش على وحدة النانو، والوحدة النانو ديت فيها برضو الترا فايلوت، بتفيد في اكتر من حاجه. الالترا فايلوت طبعا بيخلصني من كل البكتيريا الموجوده وكل الهائمات، وبالتالي طبعا من النادر لما الاقي طبعا هنا في غذاء طبيعي عشان نبقوا فاهمين، لان الاعتماد كله على الاعلاف، ولكن هنا بيضمن لي ان اكبر معامل تحويل الاعلاف واقل تكلفه للمنتج، ناخد بالنا من النقطه دي، واكبر انتاجيه في وحده المتر المكعب. طيب وحدة النانو بتعمل ايه؟ بتخلصني من تأثير الأمونيا على الأسماك، بتحولها لصورة تانية خالص مختلفة عن صورة الأمونيا والنيتريت، بتشبه صورة النترات، وبالتالي ما بتأثرش على الأسماك ولا بتعملها أي إجهاد. السمك اللي احنا شفناه في الفيديوهات ده كان جاي بالظبط كده من حوالي شهرين 3 في الجرام. النهارده معظم الأسماك ديت عدت ال 30 جرام بعد شهرين. كمية الأعلاف اللي يعني هي هنا 1500 سمكة في متوسط تقريبا كتلة حية، لو ضربنا 1500 في متوسط تقريبا 20 هيديني حوالي 30 كيلو. ال 30 كيلو دول عايز أقول لك إن هم اتصرف عليهم تقريبا حوالي 10 كيلو أو 15 كيلو أعلاف. طبعا دي برضو محتاجة ان احنا هندرسها ونشوف الدنيا ما كانت ماشية ازاي بالظبط كده. اعلاف طبعا 30% بروتين يعني. المية دي ما اتغيرتش نهائي من حوالي 60 يوم تقريبا خالص، بل بتتزود كل شهر كده بالظبط حوالي 3 سم في الارتفاع، يعني حاجة لا تمثل حتى كمان 3% من اجمالي المية. وده طبعا تفرق كتير جدا مع الناس اللي بيبقى عندها ندره في الميه، او حاليا في الظروف اللي احنا بنعيش فيها حاليا دلوقتي كلها. لا طبعا الميه هنا بتفرق في كل مكان النهارده. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما قال الباشمهندس باسم طبعا، ان هنا احنا عندنا دي الوحده دي بتستهلك بالظبط 60 واط ساعه، ودي وحده الريشن بتاعتها بتستهلك حوالي 100 واط ساعه، يبقى الاجمالي كده التوتال 160 واط ساعه. كلام فارغ جدا بالنسبه لكميه سمك، حوالي 1500 سمكه في مساحه 7 متر او 8 متر مكعب ميه. طبعا كلام فارغ جدا. دي برضو معناها بتوفر كتير جدا 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 في الكهرباء، بما يعني ان ما بتكملش في الدوره كلها الطن ده، او الطن ونص اقصد، المستهدف من الانتاج ما بيكملش حتى 1000 جنيه في نهايه الموسم. طبعا ده كلام فارغ، معناه ان كل كيلو متكلف جنيه واحد، حوالي 75 قرش كهرباء. ده بالكتير جدا، هو طبعا بيكلف اقل من كده كمان. نيجي بعد كده دي وحده ثانيه. الوحده دي زي ما قلنا كده قريبه جدا جدا من البروتين سكامر بتاعتها. البروتين سكامر بتاعها ده لما بغير اتجاه المحابس اللي عندي هنا بقفل الاير بامب دوت
الاير ليفت بامب بقفله خالص. وهنا طبعا عشان برضو نقول ايه حكايه الاير ليفت بامب ده، هنا الهواء وهو طالع بيدفع الميه الاعلى من مستوى الميه اكتر من 30-40 سم، فبينزل محمل بالاكسجين اكتر بكتير من انا احط السكريات. ودي منظومه برضو ممتازه جدا في النقطه دي، بيوفر لها الاكسجين على طول بصفه مستمره. هنا بنلاقي ان بعد ما بنوقف المنظومه دي لاكتر من ساعه السمك بيفضل موجود زي ما هو، مفيش اي مشكله خالص عنده في الاجهاد ولا في الاكسجين ولا في الكلام ده كله. تمام. هنا بقى البروتين سكامر دوت او المنظومه دي بتاخد لما بقفل ده وشغل ده، وممكن اشغل الاثنين على فكره، بس يعني نقول مثلا احنا قفلنا ده وشغلنا ده، فبتاخد المخلفات الصلبه اللي موجوده تحت بطريقه برضو مدروسه من الباشمهندس، ان هي بتاخد المخلفات ديت من الفلتر الميكانيكي اللي تحت وتصفيها لي هنا في وحده التصفيه ديت اللي هي عامله زي الدرام فلتر، قريبه منها طبعا مع اختلاف الحركه، هي برضو بنفس الخامه بتاعت الدرام فلتر. وبقدر بعد كده اجمعها من هنا اهوت واحطها في اي زرع عندي بره او اتخلص منها. المهم انا دايما اول باول عندي يكاد يكون زيرو امونيا في الميه، زيرو بكتيريا. وبرضو هي زيرو بكتيريا دي يعني ايه، سلاح ذو حدين طبعا. بكتيريا مفيده طبعا في الاسماك، لكن ما بيأثرش على معاملات التغذيه بتاعتها، هي بتموت لي البكتيريا الضاره اللي ممكن تسبب لي اي مشكله للاسماك، بحيث ان انا الكثافه عندي تبقى 200 كيلو في المتر، يبقى ما اثرليش فيها حتى في الاحتكاك، تبقى قريبه جدا من منظومه الراس. المنظومه ديت لو اتكلمنا عليها ككل فهي مناسبه جدا لاي شاب في مقتبل عمره عايز يعمل حاجه في مساحه صغيره عنده يطلع منها طن ونص سمك بس، او ده طبعا ده محل، ده عباره عن محل مش اكتر من كده، كله على بعضه كده 4 متر في 8 متر، يعني 52 متر تقريبا، ما كملش 50 متر او حتى كمان ما كملش 40 متر، فمساحه صغيره جدا اقدر اطلع منها دي. ادي حاجه اقدر استفيد بالمنظومه ديت اللي هي بتاعت النانو، ان انا اشغل بيها احواض خرسانيه، دي ان شاء الله هننفذها قريب. احواض خرسانيه كبيره ممكن تبقى فيها من 20 ل 30 متر مكعب ميه واكتر على حسب. اقدر اطلع من الاحواض الخرسانيه ديت بالمنظومه ديت اطلع منها 3 و4 و5 كيلو 5 طن باسه. تمام. او اطلع منها طن او 2 طن بولتي، اقدر اطلع منها بسلاح الكلام ده كله. المنظومه دي الحمد لله بتقضي لي على حاجه اسمها امراض في الاسماك خالص، بتقلل التكلفه كلها، مش محتاجه اعملها كتير جدا خالص ولا محتاجه خبره. طبعا احنا بندرب الناس على الكلام دوت. اي حد حابب ننفذ له الموضوع ده يتواصل معانا على شركه رواد مع المهندس وجيه خوجه على الصفحه بتاعتي او على قناتي على اليوتيوب او على واتساب، هتلاقوا الكلام ده كله موجود ان شاء الله في التفاصيل بتاعت تحت الفيديو. هسيب الكلام ده كله ان شاء الله تبقى فتحه خير وبدايه خير للشباب كتير جدا جدا اتضحك عليهم من الناس وتنصب عليهم وطبعا معروفين، لا داعي ذكر اسامي، كل الناس كلها عارفه مين اللي بينصب. فما تسالش اي حد يقول لك انا هطلع لك من الميه عندك من المتر مكعب طن والكلام الفارغ ده كله، او حط 1000 او 1500 سمك او 500 سمكه. ما حدش يصدق الكلام ده خالص، ما ينفعش، مش مجدي. ما حدش يصدق ان الصناديق اللي بتبقى موجوده في النيل هتطلع كميات رهيبه اللي بيتقال عليها، لا طبعا. كل حاجه لازم تكون مدروسه بشكل علمي زي ما فهمنا. المنظومه دي داخل فيها يعتبر 4 افراد. احنا كنا سبورت للمهندس باسم، الدكتور المسؤول عن تكنولوجيا النانو، المعيد اللي في كليه الزراعه، اللي في كليه علوم اقصد سوري، اللي تعاون برضه مع المهندس باسم في انتاج المنظومه والخلايا ديت. فالموضوع موضوع علم يا جماعه، مش موضوع بايلك، لا موضوع علمي مدروس. بقى المهندس باسم بقى له اكتر من حوالي 4 سنين او 5 سنين بيتواصل معانا وبيتواصل مع الناس كلها اللي اشتركت معاه في اللي هم الثلاثه او الاثنين التانيين اللي اشتركوا معاه فيها، واجتهد وعملها، واحنا ان شاء الله سبورتد له برضه فيها. وهنعمل ان شاء الله منتجات للاحواض ديت بالشكل بقى التجاري بتاعها البروفيشنال في الانتاج. لكن هو طبعا زي ما احنا شايفين الراجل اجتهد جدا
دي يعتبر واحده معمليه له، عمل فيها كل افكاره وبنات افكاره طلعها فيها. ما كانش الغرض منها الشكل الجمالي خالص، بل بالعكس هي النظريات وتطبيقها. طبعا الناس كلها فاهمه الكلام دوت. تحياتي لكم جميعا وسعيد بيكم، وبرجاء عمل شير للفيديو دوت علشان يوصل لمعظم الشباب اللي بيضحك عليه واللي بيتنصب عليه واللي بتاخد منه فلوسه، وما يلاقي السمك مات عنده وفي عنده مشاكل. تمام. يا ريت يعني كلنا نشارك فيها، ويا ريت نعمل لايك، ومحتاجكم اعرف تعليقاتكم في الكومنتات علشان اعرف ايه ردود افعالكم على الموضوع دوت، وفي نفس الوقت علشان تدعمونا في القناه بحيث ان احنا نوصل ونرشد معظم الناس والناس تستفيد كلها من الموضوع ده. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشترك في القناه معانا، اكون سعيد جدا بيه، وسعيد بكل اصدقائي اللي موجودين معايا على القناه بتاعتي، قناه سمكه تيوب مع وجيه. من الغردقه كنت معاكم وجيه خوجه. تحياتي لكم وكل عام وانتم بخير، وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.